وسهلا ومرحبا بالجميع في حلقة جديدة من برنامج ملفات مغربية ساخنة. حلقة اليوم سأتطرق فيها وسأسلط فيها بعض الأضواء على مدى غلاء أسعار أدوية مرض السرطان في المغرب. للأسف الشديد الحكومة تروج لدولة اجتماعية في جهة والواقع في جهة أخرى. للأسف الشديد الحكومة المغربية تسوق لتأسيس دولة اجتماعية ولحماية اجتماعية ولنموذج اجتماعي، وأن كثير من الدول أصبحت تأخذ المغرب كنموذج من الناحية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية. وللأسف الشديد يواصل أحد المعنيين بالقطاع وهو وزير الصحة تهربه من الحقيقة والواقع الصحي في المغرب، سواء على مستوى الأدوية أو على مستوى المستشفيات أو على مستوى تجهيز المستشفيات. أنا شخصيا لن أنسى قط أن وفاة أمي رحمها الله كان بسبب الإهمال في المستشفى العمومي. لن أنسى ما وقع، حيث الرشوة داخل المستشفى والإهمال، ولا أجهزة في المستشفى، فقط أسوار. وعليك أن تتجول في كل المدينة الدار البيضاء للحصول على مصحة خاصة لإجراء سكانر. لكن لنعود إلى موضوع اليوم، وهو غلاء أدوية أو أثمان أدوية السرطان في المغرب. كيف للحكومة أن تتحدث أنها دولة اجتماعية، أنها تؤسس لدولة اجتماعية، أنها أسست لدولة اجتماعية، وأسعار الأدوية تتصاعد يوميا وفي تزايد مستمر؟ مرضى السرطان في المغرب يعانون الأمرين: عدم الاهتمام من طرف الدولة، ومن طرف أو عدم وجود مستشفيات مختصة، ويعانون من الأسعار المرتفعة للأدوية. تروج هذه الأيام ومن مصادر موثوق بها أن أثمان دواء السرطان في المغرب في تصاعد مستمر، في غياب القطاع المسؤول، وفي غياب وزارة الصحة، وفي غياب الحكومة، وفي غياب الناخب، وفي غياب السياسي، وفي غياب الجمعيات التي من الواجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع كذلك، التي تأخذ المال العام من أجل حماية المستهلك. أصبحنا نسمع عن المغرب وكأن كل مسؤول أصبح ملكا يقوم بما يشاء ويفعل ما يشاء، ولا يهمه معاناة المواطنين. المهم وهو الكرسي الذي يجلس عليه والصفقات. وزير الصحة أي طالب؟ ما دوره؟ ما محله من الإهراب؟
كيف السيد الوزير أن تعرف أدوية السرطان بجميع أنواعه تزايد مستمر بدون تدخل الحكومة والدولة وبدون تدخل عاجل لوزارتكم. أقول للحكومة المغربية، واش بغيتوا تعرفوا الدولة الاجتماعية شنو هي؟ أجيو وشوفوا هنا في الدول الديمقراطية كيفاش الأدوية كتعطى مجانا لمرضى السرطان. أجيو تشوفوا كيفاش الكشف الطبي كيتقام مجانا. إلا دخلتي هنا للمستشفيات بحال اللي داخل اوتيل ديال 5 نجوم. هذه هي الدولة الاجتماعية. كفى من الضحك على الذكور، كفى من الضحك أو كفى من الاستهتار والتلاعب. المواطن المغربي عاطفي جدا، والمواطنين المغاربة عاطفيين، لكن الحكومة خصها توضع حد لأسلوبها ديماغوجي، وخصها تكون واقعية أكثر، لأن ما يمكنش أن المغربي يسمع بالدولة الاجتماعية ويقتنع بدولة اجتماعية وفي الواقع ما كاين لا دولة لا اجتماعية. لأن الدولة، شنو الدور ديال الدولة؟ الدور ديال الدولة هو المواطن، ماشي الدور ديال الدولة هو حماية المسؤولين فقط. حنا كنشوفوا في المغرب الدور ديال الدولة كيتجلى فقط في حماية المسؤولين، البعض من المسؤولين اللي هما واخدين الدولة وكيتعاملوا أو كيتلاعبوا بالدولة كيف ما بغا، وكيخليو المواطن هو القلب النابض ديال الدولة. لا يمكن لأي دولة أن تقوم دون وجود مواطنين، لا يمكن لأي نظام كيفما كان أن يقوم بدون وجود مواطنين أو شعب. ما يمكنش لشي دولة تكون إلا ما كانش المواطن، خاصة في العصر الحالي، كيتمتع بالحقوق والحريات. هادشي كتأكدوا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات. حق الصحة حق مضمون، الحق في التطبيب المجاني مضمون. إذا كيبقى كل شيء حبر على ورق في المغرب، والأدوية والأثمنة ديالها وخاصة لمرضى السرطان خيالي. إذا كنوجه النداء ديالي مرة أخرى لوزير الصحة، كنوجه النداء ديالي مرة أخرى للمؤسسة الملكية، لأن إلا شفنا في البداية كانت مؤسسة تابعة كانت لإحدى الأميرات، أو مؤسسة خاصة بالسرطان كانت كتقوم بدور كبير. لكن مؤخرا شفنا هذه المؤسسة ما بقاتش كتعطي الضوء ديالها. ما عرفناش شنو الأسباب، والأسباب مجهولة لحد الآن. إلا كنت كنتذكر هي المؤسسة ديال لاله سلمى لمحاربة داء السرطان. نبغيو هذه المؤسسة ترجع للميدان بواحد القوة ديالها وتكفل، لأن الدولة غائبة، تكفل بمرضى السرطان في المغرب. في الدول اللي كتحترم نفسها أنها الدولة كتكلف من أ حتى لزد بجميع المتطلبات ديال مرضى السرطان. هنايا راه غير الطبيب شك فيك وشاف شي حاجة وقال بأن ربما تقدر تكون سرطان، كيصيفطك بالسرعة للمستشفى المختص في التشخيص، فيه كل شيء، من تشخيص حتى الثيرابي، حتى كل شيء فيه، حتى الطاكسي ديال السبيطار يوصلك حتى للدار. وفيه حتى قبل ما الا درتي عمليه جراحيه في السرطان وكان عندك السرطان، الله يحفظنا ويحفظكم، شنو كيوقع؟ كاين حتى واحد المكان بحال شي وتال بعد كتسالي من العمليه كتبقى فيه ديال الراحه واحد 3 ايام 4 ايام، كلشي على حسب الدوله. حتى كترجع كيسميوها بحال لي بري قبل ما تمشي للدار ديالك، بحال كيوجدوك كيفاش تعيش في الدار ديالك، عاد كيصيفطوك للدار ديالك.
هذه الدولة الاجتماعية. الدولة الاجتماعية هي اللي كتوفر جميع ببساطة. حنا للأسف المغرب، الدولة ديالنا في المغرب والحكومة اللي كاينة بعد كيسولوها بحال اللي كتسول شي انسان كتقول ليه الودن ديالك فين هي، هو كيمشي لك الودن ديالو اللي في اليسار وفي اليمين راه قريبه ليه. فهمت؟ نفس الشيء الدولة المغربية للأسف الشديد في الحكومة أن الأحزاب للأسف الشديد وبعضهم ولكن الأغلبية ما كيقوموش بالواجب، ما كيقوموش بالتوصيات اللي كاينه، ما كيقوموش بتفعيل الدستور، ما كيقوموش كل مسؤول كيقوم بهذاك الشيء اللي بغى ليه دماغه على حساب الأهواء ديال المسؤول وعلى حساب اشنو بغى هو. إذا هنا شكون اللي كيتحمل المسؤولية في هذا الغلاء ديال الأسعار؟ كيف يعقل بأن مريضة بالسرطان في الثدي بالنسبة للمرأة المغربية كيفاش غتشري واحد الدواء كيدير 900 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم وهي من عائلة فقيرة أو موظفة أو ما وعندها مصاريف وعندها خصها تخلص الكراود ولا تخلص الدار ولا تخلص هذه؟ كيف يعقل؟ فين هي الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية النموذج الاجتماعي؟ ما يمكنش نتقبلوا أن دولة كلها كتكذب على المواطن. ما كايناش دولة اجتماعية عندنا في المغرب، ما كايناش. حنا كنصفقوا الوقت اللي كتستحق التصفيق. واش الدولة اللي جايبه حولي ب 500 درهم عاطيه تمويل للاستيراد ديالو من اسبانيا وعاطيه الدعم للمواطن المغربي 500 درهم؟ ما مفرقاش حتى بين الحولي ديال اسبانيا وبين الدعم للمواطن 500 درهم، وفي نفس الوقت ان الحولي ديال اسبانيا كيتباع ب 4000 درهم في المغرب. كفى بالبيع والشراء بالشعب. الدولة الاجتماعية اللي كتحترم اولا قبل ما تاخذ اي قرار في حق المواطن ولا معاه ولا ضده، خاصها تحترم القيم ديال المواطنة ديال المواطن المغربي. المواطنة خاصها تكون كاملة بالنسبة للمواطن المغربي. معنى المواطنة كاملة بأنه مواطن مغربي. المغرب أقولها وأقولها مرة أخرى ليس بشركة لأحد. المغرب وطن له سيادة، ومن حق جميع المواطنين حق الانتماء، حق المواطنة، حق الحقوق والحريات كذلك، حق الصحة، حق الشغل، حق التعليم العمومي، وحق السكن اللائق. إذا أتمنى باش على الأقل وزارة الصحة تقوم بالواجب ديالها، لأنها يكفي المعاناة ديال المواطنين المغاربة وخاصة مرضى السرطان بالزيادات الصاروخية ديال هاد الأثمان في الأدوية. نتمنى أن الدولة تكفل بيهم مجانيا على الأقل. نتمنى أن إدارة الفوسفات إنسانيا، وكذلك حق المواطن الاستفادة من الثروات ديال بلده، أنها تعمل شراكات مع المستشفيات وتكفل بهذه الأدوية اللي هي مرتفعة الثمن اللي كتخص مرضى السرطان في المغرب. إلى هنا أحييكم، وإلى حلقة قادمة من برنامج ملفات مغربية ساخنة اللي كنقدمها لكم من صوت المغرب الحر من خارج أرض الوطن. إلى اللقاء.